تم شحن دفعة أولى مكونة من 300 حافلة جديدة من ميناء شيامن في الصين إلى تونس، وذلك وفقا لفيديو نشرته وزارة النقل يوم السبت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. وتندرج هذه الدفعة ضمن صفقات اقتناء قامت بها الشركة التونسية للنقل من جمهورية الصين الشعبية تحت إشراف وزارة النقل وسفارة تونس في الصين، وفق بيان صادر عن الوزارة. وفي شهر فبراير 2025 أدى وزير النقل رشيد عمري زيارة إلى مقر الشركة الصينية بمدينة شيامن جنوب الصين، حيث التقى بالرئيس المدير العام للشركة وعدد من المسؤولين والفنيين. كما قام الوزير بزيارة ميدانية إلى مصنع تصنيع الحافلات لمتابعة مراحل إنجاز هذه الصفقة، واطلع على تقنيات التصنيع، مدة الإنجاز، ونسب استهلاك الطاقة. ومن الجدير بالذكر أن وزير النقل صرح في ردوده على النواب خلال جلسة عامة يوم 13 من مايو عام 2025 أنه وفي إطار دعم قدرات النقل العمومي تم الترفيع في نفقات الاستثمار المخصصة لصفقات اقتناء شركة ترانستو، حيث تم اقتناء 300 حافلة جديدة من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة بداية من شهر سبتمبر عام 2025، ما يمثل ارتفاعاً في نسب الاقتناء من 12% إلى 30% رغم الصعوبات المالية التي تمر بها المالية العمومية